تخيلوا معايا هاد البنت صفاوها ليها وقدموها قربان الشياطين باش يجبدوا بها الكنز، واللي غيوقف لكم عقلكم ان هاد البنت مسكينه معقده ذهنيا وحركيا. انا مصطفى الاشاب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذوا منهم عبره. شيماء في عمرها 10 سنين تزادت من عند الله، هي معاقه جسديا وذهنيا. واحد النهار خرجت الام ديالها تقدا شي حاجه من الحانوت، ملي رجعت ما كتلقاهاش وهي موالفه فين ما خلاتها كتلقاها لانها مسكينه ما كتقدرش تحرك. فخرجت كتقلب وكتغوت، جرات نيشان عند البوليس وديكلارات. البوليس ملي جاو اول حاجه داروها هي بداو التقلب من عند الجيران، واول واحد بداو به هو احمد عم ديال شيماء في عمره 38 سنه. ملي دخلوا عليه للدار تيشوفوا واحد الحفره تما يلاه حفرها وردمها بالتراب. ملي حيدوا هذيك التراب كيلقاو شيماء مدوزين عليها من الودن حتى الودن وملفوفه في واحد المنطقه صغيره. ملي قاسوها كيلقاوها مسكينه باقه سخونه، يعني يلاه صفاوها ليها. لقاو عليها القبض في الاول قال لهم ماشي انا، غير شي واحد بغى يشري لي الصداع مع خويا وصافي. ملي داروا تحريات اكثر لقاوه باللي عنده علاقه مع واحد الدجال، وكان قال ليه باللي عنده واحد الكنز تحت الدار ولكن راه مسكون، والجنون اللي حاضينه كيطلبوا منه بنت صغيره تكون مازال ما نضجات. طبعا احمد اول واحد طاح ليه في باله هي بنت خوه اللي ما كتقدرش تحرك. فخلى الام ديالها حتى خرجات ودخل عند شيماء، ومعاه هي عزيز عليها عمه. مع شافته بدات كتعنق فيه، هزها معاه وداها، وكان هذاك الدجال كيتسناه في دارو. ملي دوزوا عليها وحفروا هذيك البلاصه، وهنا المفاجاه لانهم ما كيلقاو لا كنز لا هم يحزنون. ملي سمعوا الغوات في الزنقه وكلشي كيقلب على شيماء، لاحوها في هذيك الحفره وردوا عليها التراب. قدموهم المحكمه بثلاثه، العم والزوجه ديالو والدجال. نتوما عارفين الاحكام كيفاش دايره في مصر، حكموا عليهم بثلاثه بالاعدام. بغيت نسولكم وجاوبوني في التعليق، واش كنتوا عارفين علاش كيطلبوا لهم الدراري الصغار ويكونوا زهريين؟